سلام، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الوصفة تاعنا لنهار اليوم هي وصفة موسكوتشو بريستيج محشو بحشو بنين بنين ما تأمنوش شحال رائع. تبعوا معايا كيفاش راح نحضر هذا الموسكوتشو. أول حاجة نجيب غيسيبيون نحط فيه 3 حبات تاع بيض يكونوا كاملين، ومن بعد نضيف عليه كاس تاع سكر. هذا الكاس اللي عبرت به هو كاس تاع أم وليد، ونضيف عليهم رشة تاع ملح، أكيد رشة تاع ملح ضرورية باش نبرز النكهات تاع المكونات. ومن بعد نجيب الباطر تاعي ونبدا نطلع في الخليط. لازم السكر تاعي يذوب كامل والخليط حتى يوصل للون تاعه ابيض. هذا هو الشكل والقوام تاع الخليط تاعي بعد ما طلعته. ومن بعد نضيف عليهم زوج تاع لي بو تاع ياغورت وشوكولا، نضيفهم على الخليط تاعي ونبقى نخلط بشويه. لازم نخلطوا الياغورت بشويه باش ما نطيحوش الخليط تاع البيض، ونحافظوا عليه باش يعطينا هشاشة للموسكوتش تاعنا. ومن بعديها بنفس لي بو نعبر الزيت، نحط زوج تاع لي بو كاملين زيت، ونبدا نخلط في الزيت حتى يتجانس مع باقي المكونات. وناخد بو واحد نعبر به حليب، يعني نضيف واحد بو تاع حليب وملعقة كبيرة تاع خل. كيما تعرفوا الخل يعطينا هشاشة وخفة للعجائن تاعنا، سواء موسكوتشو ولا خبز ولا أي نوع من العجائن. ومن بعد نضيف ملعقة صغيرة تكون معمرة مليح من لافاني، ونجيب فرينة، نضيف كاس تاع فرينة خطوة أولى، ونضيف عليها باكي ونصف تاع خميرة الحلويات، ونزيد عليهم 4 ملاعق تاع كاكاو، ونغربل المكونات ونضيفها على المكونات السائلة. يعني قبل ما نضيف المكونات الجافة لازم نغربلها. وأكيد الفرينة إلا حسينا الخليط تاعنا يحتاج راح نضيفه، يعني ما نضيفوهاش كامل في الأول، نحطو فقط كاس ونخلطوه مليح مليح ونشوفو القوام تاع المسكوتشو تاعنا كيفاش راه. ونبقاو نخلطوه بشويه يعني باش ما يطيحلناش الخليط ويحافظنا على هذاك اللي هو اللي دخلنا فيه في الباطر. شوفوا هنا القوام تاعه شويه ناقص، يعني لازم له فرينه. يعني نبقى نخلط مليح ونشوف. انا حسيت الخليط كما قلت لكم ناقصه فرينه، زدت ملعقه كبيره تاع فرينه تكون معمره مليح، غربلتها وضفتها للخليط تاعي. واكيد نخلط بشويه وكما راكم تشوفوا بالفوي، ما نحتاج نستعمل الباتر هنايا. هذا هو القوام، شوفوا شحال جا ثقيل ومتجانس. هذا هو القوام اللي نحوس عليه. من بعد نجيب المول تاعي اللي راح ندخلوه للفرن، نكون دهنته بشويه تاع زيت وشويه ورشيته بالفرينه، ونحط فيه الخليط تاع الماسكوتشو تاعي. يعني الخليط راه الشكل تاعه يشهي قبل ما يطيب. شوفوا القوام تاعه شحال راه رائع. نضرب الماسكوتشو تاعي مع لو بلون دو طرافاي باش نخرج الهواء وندخله يطيب في فرن يكون مسخن مسبقا. هذا هو شكل الماسكوتشو تاعي بعد ما خرجته من الفرن. نخليوه يبرد، ومن جهه اخرى نروح نوجد الحشو. جبت كاس الا ربع تاع شونتيي، وضفت عليه كاس الا ربع حليب يكون بارد مليح مليح، ونبدي نطلع بالباتور. نطلع الكريمه حتى تولي شكلها ثقيل وشكلها يعني كريمي كما معروف، لازم تكون متماسكه. هذا هو الشكل تاع الكريمه اللي راني نحوس عليه. ومن بعد نجيب الماسكوتشو تاعي، انا راح نفرغه باش نحشيه من الداخل. يعني نبدي نطراسيه هكا شكل دائري، وكي نكون نقطع فيه ما لازمش نوصل حتى لتحت، يعني فقط للمنتصف تاع الماسكوتشو. ندير زوج تاع دوائر ومن بعدها نقطعهم بهذا الشكل باش يجوني ساهلين باش نحيهم. باش نسهل على روحي نجيب مغرفه ونبدي نخرج في هذوك لي شوت. يعني هاد القطع ما راحش نرميهم، راح نولي نغلق بهم الماسكوتشو تاعي. فقط خصني ندير ثقب داخل في الماسكوتشو باش نحشيه من الداخل بالحشو اللي راني باغيه نديره فيه. واستعمال الملعقه راح يساعدني بزاف باش نفرغه من الداخل. بعد ما فرغته نحط الطبقه الاولى تاع كريم شانتيي،
زدت حبة بانان كنت قطعتها شرائح رقيقة وضفتها فوق لا كريم شانتيي. هاد البانان راح يعطينا ذوق شباب للحشو تاعنا، وانتم تقدروا ديروا ليه فخاز ولا الجوز، يعني الحشو يبقى اختياري. تقدروا مام الكريم شانتيي تنكهوها بالذوق اللي تفضلوه نتوما. ومن بعد زدت هنايا طوفيا كراميل، كما تعرفوا الكراميل يتمشى غاية مع البانان. هاد الحشو راح يجي بنين بنين ويجي شغل باتيسري، تحسوا روحكم ما راكمش تاكلوا في موسكوتشو ولا راكم تاكلوا في باتيسري. ومن بعد جبت كريم شانتي ودرت الطبقة الأخيرة اللي راح نغلق بها. وباش نسقط لا فورم ونطاليها مليح، ساونت روحي بملعقة، يعني اطاليت لا كريم شانتي بملعقة. وهذا هو الحشو تاعي. ومن بعد نجيب هذوك لي شوت اللي كنت نحيتهم ونعاود نغلق بهم الموسكوتشو تاعي ونبدي نضغط مليح وما تخموش، يعني الشكل هذا ما راحش يجي باين، راح يجي من التحت. غادي نقلبوا الموسكوتشو تاعنا وما يجيش باين. كاين اللي ما درنا والو، غادي نبلعوها ونغطيوها ونقلبوا الموسكوتشو تاعنا ويكون واجد. هذا هو شكل الموسكوتشو بعد ما قلبته، يعني جا الشكل تاعه عادي تقول ما قطعناه ما والو. من بعد نبدي نزين. انا كانت عندي شوكولا طارتيني بيضه، ذوبتها وزدت عليها ملعقه تاع حليب وبديت ندير هاد الخطوط العشوائيه من الفوق. باش يكون عندي تنوع في الالوان ذوبت مورسو تاع شوكولا في بان ماغي، ضفت عليه ملعقه تاع حليب وحطيته في لابوش وبديت نحط هكا خطوط عشوائيه. وتاني جبت طوفيا كراميل وحتى هي درت بها خطوط عشوائيه بهذا الشكل. يعني انا فضلت يكون التزيين تاعي بهذه الطريقه، وانتوما ماشي ملزومين تقيدوا بهذا هذا التزيين، يعني كل وحده واللمسه تاعها وكل وحده والرغبه تاعها كيفاش تزين الموسكوتشو تاعها. زدت شويه تاع مبشور الشوكولا ودي كاكاوات كونكاسي وزينت بهم الموسكوتشو تاعي. وهذا هو الشكل النهائي تاع الموسكوتشو والوصفة تاعنا لنهار اليوم. موسكوتشو جا بنين ومن الداخل كريمي والحشو تاعه جا الذوق تاعه رائع. الأطفال تاعكم راح يعجبهم بزاف بزاف هذا الموسكوتشو، وراح يقولوا لكم جربوه وعاودوه. اكيد الوصفه راح تعتمدوها، جربوها وما راح تندموا. ان شاء الله تحطوا لي ارائكم في التعليقات اذا جربتوها. شوفوا الشكل تاعها من الداخل كيفاش جا داير، جا بنين بنين، ما نقدرش نوصف لكم شحال جا بنين. ان شاء الله تجربوها وتحطوا لي ارائكم في التعليقات. ما تنساوش تحطوا لي جيم لا فيديو واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء في فيديو اخر. سلام.